سهل شويه، وده حمام السباحه برضو وكأنك ماشي وداخل طياره حتى. مبنى الميديا والراديو. تعمل اللوك. تعالوا اوريكم تشوف سرعه النت عندي. سبورت عجبتني. تاكلها ما تاخد الزحليقه دي. انا باخد زحليقه. انا الان في طريقي للجامعه، ودي مش اي جامعه، دي تاني احسن جامعه هنا في هولندا. احسن جامعه ليه؟ ده اللي هنعرفه في فيديو النهارده، فاهلا بيكم في فيديو جديد هنا في هولندا. اول ما بتوصل عندك جراج عجل زي ده بتحط فيه عجلتك، وفي منه 2 موجودين هنا في الجامعه، والجامعه هناك اهي. اول ما بتيجي طبعا الجامعه عندك الجسر ده، هبقى اوريه لكم بعدين. الجسر ده بيربط المبنى ده بالمبنى ده من غير ما تخرج بره في الشارع في المطر وكده. وبعدين بقى ايه، بتخش عادي كده، مفيش حد بيقول لك مثلا ايه فين كارنيك يا صاحبي او فين كارنيك او اي حاجه من الكلام ده. الاستيكر ده لسه معلقينه من شهر ان هم تاني افضل جامعه هنا في هولندا. المهم انا عندي محاضره حاليا هخلصها واصور لكم باقي الجامعه. الحمد لله خلصنا المحاضره، والجامعه اللي احنا فيها دي مكونه من 4 مباني، مبنيين مع بعض متصلين بجسر، ومبنيين متفرعين. فانا النهارده هفرجكم على الجامعه دي. والمبنى اللي احنا فيه ده المبنى الرياضي زي ما انتم شايفين ورايا كده، ده مكان التسلق. تعالوا اوريه لكم. ده مثلا اول حاجه لما تخش المكان، مكان خاص بالتسلق. دايما بتسال هنا انك ممكن مثلا تاجر زي ساعه كده، بيبقى معاك مدرب شخصي يبقى معاك، فانت بتسال حد هنا من الجامعه وبيديك مفتاح. العلبه دي بتفتحها عشان تستعمل الحبال دي. وزي ما انتم شايفين مثلا ايه، في الليفل ده الليفل سهل شويه، وده طالعه بره شويه ليفل اصعب. دي مثلا صاله رياضيه انك تلعب تنس وكده، ممكن برضك تأجرها هنا. بعد كده بقى بتيجي هنا تلاقي مكان زي ده كده تلعب بينج وكده. وهنا دي صالة الألعاب ممكن تأجر منها المضارب أو كده. طبعا المبنى ده كله تماما للرياضة. حتى هنا في حمام سباحة. حمام سباحة طبعا باشتراك بسيط جدا للطلاب هنا. ده هنا مثلا طايرة أهو. ده هنا زي استاد كده وفي مدرجات اهو. طبعا هنا كلها صالات، انت ممكن كطالب تيجي تشترك، وفي نفس الوقت انت ممكن تبقى دراسه ليك. وده صديقي محمد بيساعدني في الفيديو، اول شخص اعرفه عربي هنا من اليمن. احلى تحيه للشعب من اليمن. هلا هلا. خد وطبعا النشاط الموسيقي مهم. ده كان واحد بيلعب بيانو، بس بصراحه بيلعبه حلو جدا. طبعا بما انه مبنى رياضي زي ما انتم شايفين الارضيه كده كلها زي خانات كده انك ممكن تجري. زي ما انتم شايفين الارضيه عامله ازاي، يعني حتى في الترن انت مثلا هتيجي جاي من هنا مع ملف عاملينها زي خانه كده انك حارات للجري. فبصراحه شكلها جميل جدا. طبعا طلعنا برضك الدور الثاني، في مكان قعدات شبه دي كده ممكن الطلاب يقعدوا فيها. بس المكان عامل كده بتخش تقعد في كنب زي ده، في مثلا مكان تشحن فيه، وقاعد كده مع نفسك بتذاكر لو مش عايز تذاكر مثلا في البيت او وراك اي حاجه عايز تخلصها. وهنا بقى ايه، انك لو عايز تنزل تحت، عشان تنزل تحت ممكن تاخد السلم في اخر الطرقه. بس بقى عاملين لك حل تاني انك تاخد الزحليقه دي. فمعانا اخونا محمد هيجرب الزحليقه. تعمل الشنطه كده، وايه بدل ما ترجع اخر الطرقه تاخد بدل ما ترجع اخر الطرقه تاخد السلم، ممكن تاخد الزحليقه دي ايه وتنزل. تمام. بقى يجي الوقت ان احنا نجربه. فاحنا ناخد اوبا. فزي ما انتم شايفين كده، بدل ما تاخدوا السلم تاخدوا الزحليقه دي. فتخيل معايا مثلا يا محمد ان في مثلا ايه بروفيسور او مدرس محترم، بدل ما ياخد اخر الطرقه وينزل فيها يقوم واخد الزحليقه دي، برستيج هيروح فين؟ تعالوا بقى ايه اوريكم باقي المكان هنا. بصوا هنا حتى المقاعد الرياضيه عاملين دي مثلا على عارفين انتوا بتاع الجمباز اللي هم بيقعدوا يلفوا حوالينها، حتى عاملين الكراسي على شكل رياضي، شكل بتاعه الجمباز كده. وده هنا ما زال ايه صالات كلها دي صالات مثلا ايه للسله، وفي محاضره جوه شغاله. وده مثلا مكان تاني اهو للسله برضك. لو انت طالب هنا تقدر طبعا تيجي تلعب. وبرضك في طلاب هنا بيدرسوا المواد دي كمواد ليهم، فتلاقيهم دايما في الالعاب الاولمبيه او اي حاجه دايما متفوقين، عشان هم مش بس بيلعبوا اللعبه دي كهوايه، لا كمان بيدرسوها.
وتاني حاجه معانا حمام السباحه برضو بيبقى معاه اشتراك الجيم، والاتنين بيبقى اشتراك 50% اقل لو انت طالب هنا في الجامعه. وتعالوا معانا نسال الاشتراك بكام في الشهر. بي ار 5%. لسه بس سألنا حالا اهو، الاشتراك السنوي للجيم وحمام السباحه بتيجي بعدد ايام لا محدود، اشتراك ب 150 يورو في السنه. 115 يورو. 115 يورو في السنه، يعني حوالي كام في الشهر؟ استنى هنحسب ونقول له. يعني حوالي في الشهر 9.5 يورو. وهنا في البورد اللي ورانا ده انت ممكن تحجز بشكل يومي الحصص اللي عايز تجيها، ودي كل الاكتيفيتي اللي موجوده. ده مثلا ايه يعني حمام سباحه صحي، في اكوا سبورت، في كل حاجه هنا ممكن تحجزها من هنا من غير ما تروح للريسبشن وتدفع عن طريق المكنه دي. فطبعا 9.5 يورو في الشهر على حمام سباحه اولمبي شبه ده كده، فده طبعا رقم بسيط جدا. الطلاب هنا في الجامعه في نفس الوقت لو خلصت عندك الجيم ده، وده مش بس جيم، برضه في هنا ان في كورسات زومبا وكيك بوكسنج وفي حاجات كتير مختلفه. يعني انت مش بس بتبقى مشترك في الجيم، لا بتبقى مشترك في الجيم وبتعمل برضه اكتيفيتي. احنا بقى دلوقتي هنخش على تاني مبنى معانا النهارده، المبنى اللي انا بدرس فيه، فتعالوا اوريه لكم. لقينا مجسمات شبه دي كده، فالمبنى ده خاص بشويه بقسم هندسه، وطبعا في تخصصات تانية بس هو بيهتم اكتر بايه بقسم هندسه وكده. حتى عاملين برضو ايه خلايا شمسيه خشب. فانت الوهله كده اول ما تخش المبنى تشوف المجسمات دي، فانت تعرف ان المبنى ده بيتكلم شويه عن هندسه. اول ما تخش المبنى الثاني في كافيتيريا زي ما انتم شايفين كده، الطلاب كلها قاعده هنا ايه بتاكل وكده. ده مثلا ايه الدور الثاني هو مكان كل القعدات والاكل وكده. وفي الدور الثاني ده برضو في المكتبه، انت ممكن برضو تخش وتقرا وكده، بس طبعا انا ممنوع الكلام جوه فمش هعرف اصور جوه، بس هي زي ما انتم شايفين كده. والجامعه اللي احنا فيها دي هي مش جامعه، هي حاجه اسمها هوخ سكول، يعني حاجه اقل من جامعه شويه، بس احنا بنقول عليها جامعه. وحابب اقول ان انا هشرحها في فيديو تاني عن نظام الدراسه هنا في هولندا ونظام التدريس بشكل عام في فيديو تاني ان شاء الله. هنا برضو الاسانسير انت ممكن تطلبه عادي، مش بس الاعضاء هيئه التدريس وكده، لا انت ممكن عادي تخش الاسانسير وتستعمله، مش لازم بقى يبقى معاك شفره والكلام ده كله. احنا بس لسه طالعين من الاسانسير ففي مكان المسرح ده كده، ده برضو مسرح وفي نفس الوقت ساعات بيدوا فيه محاضرات. تعالوا اوريه لكم. طبعا ده باب المسرح، انا مش عارف عامل كده ليه. زي ما انتم شايفين كده بيبقى فيه هنا محاضره من شويه وهتبدا. والمكان ده برضو لما يبقى في حفله تخرج او كده بيتعمل هنا، وفي نفس الوقت لو في محاضره ومجمعه عدد كبير من الناس برضو بيتعمل هنا. المبنى اللي احنا فيه ده بقى ايه متصل بالمبنى اللي هناك ده بالجسر ده، يعني ده المكان اللي انا صورت فيه الصبح. الجسر ده بيوصلك بالمبنى ده. فتعالوا بقى ايه ناخد الجسر ده وافرجكم على المبنيين اللي هناك دول. وهنا ماشي الشارع تحتك اهو عشان ما تطلعش بره تمشي في المطر وكده، واكنك ماشي وداخل طياره، حتى الباب بيفتح اوتوماتيك. المكان اللي احنا فيه ده خاص اكتر بالمدرسين والناس اللي شغاله هنا. دي حاجه معموله لهم وقت البريك ان هم يجي هنا لو هيلعبوا او حاجه او عندهم ميتنج. بيبقى ليهم برضو زي خزن شبه دي كده بتحط فيها الحاجات بتاعتك وباسورد وتقفله كده. زي ما انتم شايفين كده المبنى اللي احنا جايين منه هناك اهو، وكل ده جوه المبنى، انا ما طلعتش بره في الشارع اصلا. دي برضو المبنى اللي جنبه على طول بس ده للطلاب. هنا دي كلها قعدات ان هم يقعدوا مع بعض مثلا لو هيعملوا واجب او هيعملوا حاجه. طبعا في كميه قعدات وبستايلات مختلفه هنا في الجامعه غريبه. ده الكوبري اللي احنا لسه جايين فيه، وده المبنى اللي انا وريته لكم بتاع المدرسين. احنا كده راجعين اهو، هنرجع بقى هنا. ده المكان اللي احنا ايه جينا منه والستيج هناك اهو. هنا في مثلا مكان الطباعه، ده انت ممكن تستعمله لو انت عايز تطبع ورق او كده ببلاش طبعا. دي زي ما انتم شايفين كده اوضه المدرسين وليهم استراحتهم الخاصه هناك. هنا وفي برده جنب اوضه المدرسين هناك في زي اوضه شبه دي كده للطلاب والمدرسين برده. في بيبقى موجود منها الحجم الصغير ده، وفي منها برده الحجم الكبير ده. ممكن انت واصحابك جروب مثلا لو عايزين تذاكروا وتركزوا في حاجه، تبقى اوض معزوله بالصوت بالازاز. احنا كده خلصنا تصوير المبنى الرياضي، والمبنيين اللي ورانا دول اللي هم متصلين بالجسور دي. في بقى رابع مبنى واخر مبنى معانا النهارده، المبنى اللي انا بحبه على المستوى الشخصي، مبنى الميديا والراديو والتلفزيون وكده. بس في السوبر ماركت اللي ورانا ده هنجيب حاجه نشربها ونروح على طول. او برضك ما تخش السوبر ماركت في برضك منتجات جاهزه شبه دي او حاجات ممكن تاخدها، يعني السوبر ماركت عادي جدا. في حاجات فريش انك تاكلها بسرعه مثلا خضار او فاكهه او كده. احلى حاجه هنا برضك انك تدفع بنفسك، مفيش كاشير او اي حاجه، تعمل سكان البرودكت هنا. فاحنا خدنا 2 عصير برتقال وبتدفع هنا. اول ما بتخش المبنى على طول في برضك الخزن الموجوده في مكان المدرسين وكده، انك ممكن تحط حاجتك هنا وتعمل الباسورد وتعمل اللوك، بتلف دي كده
بس بتعين حاجاتك هنا. لو مثلا لو انت معاك شنطه او جاكيت مثلا ايه ما تفضلش ماشي بيه، ممكن تحطه هنا في الخزن دي. بعد كده ايه لما تخلص من حضرتك وكده تيجي تاخده. وده شكل المبنى زي ما انتم شايفين كده، اكنك في مول مش في جامعه هنا. وعندك دايما مكنه القهوه دي موجوده في كل مكان هنا في الجامعه. تعالوا اوريكم بتشتغل ازاي. تحط كوبايه هنا وعندك كل الاختيارات، كابتشينو او بتاع، فانا هختار كابتشينو. وطبعا بسعر مخفض جدا ب 20 سنت لكوبايه القهوه، فده سعر رخيص جدا. بعد كده بتختار القهوه، قوه القهوه وكده، فانا هختار قهوه قويه وانا بحب سكر مش زياده قوي. بعد كده بتدفع بفيزا. فانا بقى ايه هشرب القهوه واكمل لكم تصوير باقي الجامعه. فاحنا هنطلع فوق بقى ايه عشان اصور لكم ايه اللي موجود في الدور الثاني وباقي المبنى هنا. بما اننا بقى في مبنى الميديا وكده، في برضو الشباك ده، المكان ده ممكن تأجر منه كاميرات لو انت طالب هنا في قسم الميديا، او ممكن تأجر لابتوب او اي حاجه لو عايز تصور فيديو لمشروع تخرجك او اي حاجه ومعكش كاميرا، ممكن تيجي هنا تأجر كاميرا من المكان ده. الكاميرات والشواحن كلها هنا اهو، ده القسم كله. بعد كده في بقى ايه حاطين هنا كل آلات التصوير القديمة. يعني بصوا آلة التصوير دي شكلها عامل ازاي. دي الأحدث شوية منها، دي كاميرا الأفراح عندنا. الكمبيوتر القديم ده مثلا ميكروفون قديم جدا من سنة 1930 ل 1960. ودي ميكروفونات تانية برضو اللي بسلك أحدث شوية. زي ما انتم شايفين في محاضرات شغالة هناك اهي. والجامعة هنا موفرة لنا نت مجاني. فتعالوا مع بعض نشوف سرعة النت كام. فسرعه النت 340 ميجا بايت على عدد الطلاب اللي موجودين هنا، فده رقم كبير وكويس جدا. وطول ما انت في المحيط بتوع الاربع مباني بتوع الجامعه، النت بيفضل شغال معاك على طول وما بيفصلش. المكان ده اللي انا وريته لكم اللي كانوا الطلاب قاعدين فيه في المكان التاني، اللي هو لو انت وراك اجتماع او عايز تعمل حاجه وعايز مكان هادي تقعد فيه، فتعالوا اوريه لكم من جوه. بتخش جوه النور بيفتح تلقائي. بعد كده بقى في هنا ممكن تزود النور كده، وبرده في مروحه لو عايز تشغل المروحه او عايز تقفلها. طبعا انت بتقعد ولو قفلت ده عليك انت مش هتسمع اي حاجه. فبصراحه فكره جميله جدا. انت لو عايز تنجز حاجه مع نفسك وتقعد مرتاح في المكان ده موجود. فطبعا واحنا ماشيين كده في المكان ده انت ممكن تجيب اي حاجه تشربها او اي حاجه عايز تاكلها مثلا تجيبها من هنا وبتدفع. بس طبعا كلها منتجات مقاطعه، فانا مش هجيب اي حاجه من دي واروح اشوف مكنه قهوه اشرب لي قهوه احسن. وبس ده كان اخر مبنى معانا النهارده من الاربعه. والحاجات اللي انتوا شفتوها دي كلها مخليها من تاني احسن جامعه هنا في هولندا. ويا رب يكون الفيديو عجبكم. ولو عايزين تشوفوا فيديوهات مختلفه اكتبوا لي في الكومنتات. وكل الشكر لصديقي محمد على مساعدتي في الفيديو ده. وما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناه عشان نكمل في محتوانا المفيد. واشوفكم الفيديو الجاي. يومكم لذيذ. سلام. الكواليس والله تعبت. المبنى جامعة فعلا كبيرة. هو الواحد عايز بقى ايه يصور فيديو حلو. المفروض بعد هذا كله يعملوا لك لايك شير وسبسكرايب. قول كمان الواحد بيتعب عشان يقدم محتوى كويس. الله يخليك والله كفاية بقى. ابدو. والله حلو الكواليس. بكرة والله احطه.